في ليلة برد وسقعة المطر بينزل بغزارة، الشوارع غرقانة والأنوار الخافتة بتدي الجو إحساس بالكآبة. وسط الزحمة دي ماشية نورة القطة البيضة، هدومها مقطعة، جسمها بيرتعش من البرد وعينيها بتدور على أي حاجة تسد جوعها. وفجأة وسط بركة موحلة تلمح لينا البطة الصفراء، هدومها شيك بس كلها مبلولة، وجناحها متعلق في شبكة بلاستيك، مش قادرة تتحرك، عينها مليانة خوف مستنية حد ينقذها. نورة رغم إنها ضعيفة بتنزل على ركبتها، بتحاول تفك الشبكة بمخالبها، صوابعها بتترعش لكن مفيش وقت للتراجع. بكل قوة بتقطع البلاستيك ولينا بتاخد نفس عميق، تبص لنورة بامتنان. لحظة صمت، نورة بتبتسم لكنها بدأت تحس إن جسمها مش قادر يكمل، الدنيا بتلف حواليها، رجلها بتتهز وعينيها بتتقفل ببطء. فجأة تقع على الأرض، المطر بيغسلها بس هي خلاص مش حاسة بأي حاجة. لينا بتجري عليها تهزها تحاول تصحيها، لكن نورة خلاص راحت من غير ما تطلب حاجة، من غير ما تستنى مكافأة. كل اللي كانت عاوزاه إنها تنقذ حد محتاجها، حتى لو كان ده آخر حاجة تعملها. المطر بيكمل نزوله، الشوارع تفضل زي ما هي، لكن الحكاية دي عمرها ما هتتمسح من قلب لينا، البطة اللي اتغيرت للأبد بسبب تضحية قطة فقيرة ما حد